السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعينا الكرام، كنتمنى من الله عز وجل تكونوا في أحسن الأحوال. وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد وخبر جديد على قناتكم. شوف اش طاري، ما تنسونيش اخوتي دائما من اللايك وتعليق بخصوص الموضوع. مورا توقيف الإعلامي المغربي وديع دادا اللي كل شيء كيشهد عليه بالكفاءة والمهنية ديالو. فبعد ما تم الطرد ديالو من طرف القناة الثانية، كل شيء تضامن مع وديع دادا، واللي الأغلبية التعاليق كانت كتمدح في المهنية ديال وديع دادا، وكل شيء كيتساءل أشنو هو السبب، أشنو دار باش أنه يستحق هاد المعاملة اللي وصفوها بالسيئة من طرف القناة الثانية دوزان. فواحد الصفحة على الإنستغرام واللي نشرت السبب الرئيسي مورا توقيف وديع دادا من العمل ديالو في قناة دوزام. فقالت هاد الصفحة هذه: مورا توقيف الإعلامي وديع دادا عن العمل في الدوزام بحجة أنه تيدير نشاطات إضافية لعمله، الشيء اللي تيديروه حتى سميرة البلوي ورشيد العلالي وصامد غيلان وعدد من الإعلاميين العاملين بالقناة دون أي تعليق من القناة عليهم. المهم، نقابة الصحفيين تدخلت وخرجت بلاغ تنديدي قالت فيه أن القناة دارت خطوة انتقامية وخالية من المبررات القانونية، خصوصا وأن هذا الشيء وقع مباشرة مورا إعلان تشكيل تنسيقية نقابة الصحفيين داخل القناة. وللإضافة، فالنقابة قالت أنها تتصدى لتحويل القناة لمزرعة، حيث شي مسؤولين ولاو تيعينوا أبنائهم وأحفادهم فيها. فكما سمعتوا إخواني أخواتي، السبب الرئيسي كما سمعتوا بأنه هاد الصفحة هذه قالت بأنه انتقاما منه لأنه تزاول أعمال أخرى من غير العمل ديالو في القناة الثانية. ماشي غير هو فقط، وإنما بزاف ديال الإعلاميين رغم ذلك ما داروا حتى خطوة اتجاههم فقط للإعلامي المغربي وديع دادا، واللي قالت حتى سامي غيلان ذكرات مجموعة من الأسماء اللي كدير هاد يعني نشاطات أخرى خارج القناة الثانية. ف بزاف ديال التعاليق جا على هاد البوست هذا اللي تنشر في واحد الصفحة على الإنستغرام، اللي غادي نقرا لكم البعض من التعاليق دال رواد مواقع التواصل الاجتماعي. فوحدة كتبات ليها في واحد التعليق: مذيع مثقف وراسه عامر، إضافة لأنه كاتب كبير يستاهل قناة أفضل من قناة الصرف الصحي. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، هو صحفي أرقى من يكون في قناة للصرف الصحي. قريت وما زال ما فهمت السبب، حيت كيبقى صحفي متمكن قربوا يوليو بحال بوليود فيه غير ولاد العمام والحفايد. دوزام خاص تتبع للقطاع الخاص، الدعم اللي كتاخدوه هي وشوف تيفي، والصحافة كلها خاصو يمشي لعلاج أمراض الأورام والفقراء المغاربة بالملايين. إعلامي متمكن يؤسفني أن أسمع بالخبر، الله يرزقه من حيث لا يحتسب. كيف ما سبقت وعلقت في منشور آخر: مستواه أفضل من قناة الصرف الصحي، رجل خلوق ومثقف ومتواضع، الابتسامة لا تفارق وجهه، ولو ما كيعرفش دابا يدير مشروعه الخاص ويرتاح من قضبان قناة الصرف الصحي. أتمنى له حظ موفق. هذا مصير أي واحد كينسى راسو ويفني حياته في شركة معينة. بنادم خاصو يكون قافز، ما يفوتش 5 سنين ويقول لهم باي باي يا شيري باي باي. ديك دوزيام كون غير سدوها، ما بقينا اصلا كنتفرجوا فيها من غير الاخبار اللي مره على قبل غير بعض الاعلاميين بحال سناء رحيمي وعبد المجيد زكريا واحسان بلبل وغيرهم. ودابا كتقولوا باللي تم توقيف هذا الصحافي. لا، وسمعت باللي كاين شي مسلسل مثلت فيه اسرائيليه، وعادي جدا زعما خاصه في هذه الظروف، خاصه في هذه الظروف اللي كتعيشها فلسطين. اذا كاينه تما ان كلنا وديع دادا، أكيد ربي موجد له محسن، غير هو الحقرة والظلم صعيب. لو كنت مكانك أخي لو وكلت أمري لله، ما تخمم ما يبقى فيك الحال. ربي غيعطيك مرتبة عالية بإذن الله، وخلي سيدي ربي يتكلم بالظالمين، وهذا الشيء ماشي جديد عليهم. عاتق كذلك كان محبوب المغاربة وفي الأخير تخلاو عليه. الله يعوضكم خير. راه باينة البلوي وغيره شادين تلفازة صوتها أنا وحموضيتها تضرني في راسي. لا هي لا دوك الرباعة صحابهم اللي كيجيبوا
وزيد وزيد، واللي في المستوى بحال دادا كيحيدوه حيت خاصهم المكلخين يعمروا التلفازة، أما الواعيين تيخافوا منهم. يمشي يقلّب على ما أحسن، ما يستاهلش الطرد. إخواني أخواتي وغيرها من التعاليق اللي صراحة تعاليق رواد مواقع التواصل الاجتماعي واللي كتدافع بقوة على الصحفي وديع دادا. فكنتظر حتى نتوما تعليقكم بخصوص الموضوع، بخصوص هادشي اللي وقع الوديع دادا، ونتلاقاو في فيديو قادم إن شاء الله. مع السلامة.